سلام عليكم. عزيزي الطالب الجامعي، أنا عايزة أفهمك كام نقطة كده قد يكونوا معدوش عليك. بما إني مدرس مساعد ويقال إن مهمتي تعذيب حضرتك في المطلق، أنا عايزاك تبص للحوار من منظور مختلف، ويتضمن هذا المنظور النقاط الآتية، طبعا كالعادة على سبيل المثال وليس الحصر. 1. أنا يهمني إنك تنجح. ليه؟ هنفترض إنك سألت ليه؟ لأن ده معناه إن أنا كويسة شاطرة، خليتك تفهم وتنجح. هتقولي لا أنا اللي ذاكرت، وأنا هقولك أنا اللي علمت وعملت المنهج. فصلي على النبي في قلبك كده، أنا شاطرة، أنت شاطر، يبقى المنظومة شاطرة حتى لو هي مش شاطرة. أخد لي بالك، الموضوع بسيط. 2. اما بقعد اقول لك لازم تحضر المحاضره، لازم تحضر المحاضره عشان الدرجات والجو ده، وانت بتبقى متضايق جدا وعايز تقعد على السلم او تنزل تشتري بونفريت من الجلاب، عادي صدقني. بص هقول لك، في نفس ذات اللحظه بيبقى ده شعوري برضو اني عايزه انزل اجيب بونفريت من الجلاب. مش عيب، مش عيب. اضف اليه بقى قلبي اللي بيتقطع وانا بقول لك احضر. ليه بقى؟ هفهمك. انت اصلك مش عارف المفاجاه، انا اصلا مش عايزاك تحضر. اصل هي معادله بسيطه، عدد الطلبه يقل فتقوم الأسئلة الغبية تقل، فتقوم الأسايمنتس والتكليفات تقل، وعليه أنا هتعب أقل. بسيطة، تمام. شيء عظيم بقى هو اللي بيمنعني في الحقيقة إن أنا يعني أعمل كده، إن أنا أقول لك ما تحضرش. إيه هو؟ شيء صغير كده ما تفهمش هو مكانه فين بالظبط، اسمه الضمير. بحاول أموته الصراحة بقالي فترة، بس للأسف واضح إنه متغذي كويس ومش راضي. بس خير يعني، إن شاء الله أكيد في يوم هيموت، يعني هنروح من بعض فين؟ مع بعض. ربنا يقوينا على الشر. 3. في الامتحان يعني عموما، شوف يا ضنايا، انا ما ببقاش داخله متخيله ان انت عندك نيه الغش اطلاقا اطلاقا. انا شايفاك ما تتخيرش عن محمود الجندي وكمال ابو ريا، اضف اليهم شنب احمد عبد العزيز، انا ما عنديش اي مشاكل. الفكره بس كلها ان انا مش كيس لب ابيض واقف. لو التفت وكلمت اللي جنبك ما لازم لا مؤاخذه انفخك. امال انا كده بقى ايه؟ ولا يعني كده انا شغلتي على المدفع ايه؟ بررم؟ ما عيب، ما ينفعش، ما يصحش. 4. من الحاجات المهمة اللي محتاجاك تحطها في دماغك إن لجنة الامتحان مش مسابقة الهانجر جيمز خالص، هي مش صراع بقاء، وانت مش جينيفر لورنس، وده لعدة أسباب. أولها إنك ما ينفعش تشوف نفسك جينيفر لورنس خالص، والأهم إني أنا مش شايفاك جينيفر لورنس، لأن لو انت جينيفر لورنس صدقني ما كنتش هتبقى قاعد القعدة السوداء دي. فنقفل على الموضوع ده. 5. انت بتبقى داخل الامتحان شايل همك انت بس، انا ببقى داخله الامتحان شايله هم 159 طالب اخواتك، ودول عدد الطلاب اللي في القاعه. ليه بقى؟ وانا امهم؟ لا انا مش امهم، انا مش امهم. بس ما لا تعلمه انت ان في حاجه اسمها كنترول، والكنترول ده بعيد عنك حاجه كده ما يعلم بيها الا ربنا واللي بدعها. ربنا بقى ايه؟ يوقف له مراقب في كل طريق. الكنترول ده في تعريف بسيط المكان اللي بيبدأ فيه كل شيء وينتهي فيه كل كائن حي. وتتلخص المهمة في انه مثلا بيجي لي 1000 كراسة اجابة، ده اضعف الايمان يعني بالميت، اقعد اراجعهم واتأكد من اسماء حضراتكم واتأكد ان الورق مظبوط. بعد كده يطلع لي يجي 15 مادة أعمال سنة، أتأكد من درجة طالب وأتأكد إن مفيش أي غلطة في أي درجة عشان سعادتك ما تجيبش 0 في الآخر، ولو مكتوب 0 لازم أتأكد من الدكتور نفسه عشان سعادتك ما تسقطش. تمام؟ تمام. رقم 6 بقى مش نقطة جديدة خالص، احنا لسه في الكنترول. خلصت انت بقى امتحاناتك، تمام كده، بتصيب بقى في ستيلا وقاعد تاخد تان وتعمل فورمة الساحل وتثبت بنات في العجمي، هيصة وحياتك تطير انت، وانت حبيبتي قاعدة مزقططة في لافام في مسابقات الرقص اللي بيتخللها كابت شنيع هناك. مش عايزة اقولك مأساة. انا فين بقى؟ انا فين؟ انا اهو قاعدة مستنية ورق امتحانكو اما يتصحح. ليه؟ هنفترض انك سألت كالعادة عشان ارصد النتيجة. حضرتك ما هي مش هتطلع لوحدها. ساحرة؟ انا مش ساحرة، لا مش ساحرة، وعليه لازم استنى استلمهم واعمل ما يسمى بالادخال الالكتروني، ماكينة كده عاملة زي الكاشير السوبر ماركت بتاع مترو، بمشيها على ورقة وادخل الدرجة المكتوبة. خلصت انا كده؟ لا. اخلص ليه؟ ما خلص، ما ينفعش اخلص، ما نفسيش اروح استيلا مثلا. اروح استيلا ليه انا؟ لما نفسيش طبعا، كفايه انت رحت يا حبيبي خلاص. 7 بقى اقعد انا زي الوليه المطلقه مستنيه اما النتيجه تتعلن، عشان لو حضرتك مش عاجبك النتيجه تيجي تقدم تظلم. ايه؟ اقعد انا افتح الورق تاني وراجعه واتاكد من كل حاجه حصلت من يوم ما انت اتولدت لحد ما قررت تقدم التظلم ده. 8 اخلص بقى الكنترول، الحمد لله خلصت الكنترول. اخد فلوس بقى،
ما انا اشتغلت اخد فلوس، ده الطبيعي، وعليه ياتي المبلغ الخرافي الذي لا يصدقه عقل، وبيتراوح ما بين 187 جنيه ل 210 جنيه، بعد الضرايب بيبقوا حوالي 54 جنيه، ودول طبعا معروف انا هعمل بيهم ايه. هطلع على مارينا 5 ان شاء الله بقى هخربها كده خلاص. 9، بعدين بقى تيجي انت بعد كل ده تبصلي كأني مرات ابوك عشان بقولك بص قدامك. قول لي انت لو مكاني تعمل ايه؟ لا بلاش السؤال ده عشان انا عارفه العقول الفخيمه، هيقول لي استقيلي وهجي على ستيلا. بلاش. وعشان كده يا عزيزي اعرف ان انا مش عادل ادهم في حياتك، وانت مش يونس شلبي في حياتي، ومش هدفي اطلاقا اني اعذبك. انا هدفي واضح زي ما هو واضح، انا نفسي انت تخلص عشان انا اخلص واطلع على ستيلا. واضحه. فهل هذا بكثير؟ ألسنا بشر نحتاج لستيلا كل حين ومين؟ وفي النهاية نحب نختم بدعاء ربك لما يريد أحلامنا هتتحقق إن شاء الله وكله هيبقى زي الفل. فاعتقني